يا ماما، في جملة بنقولها من غير ما نحس، لكنها بتفتح باب كبير للحسد والطاقة السلبية على أولادنا. الجملة دي هي: ابني شاطر قوي، بنتي مؤدبة، ده أحسن طفل في الدنيا. إحنا مش ضد الفخر بولادنا، بالعكس، كلنا بنتباهى بيهم، وده حقنا. لكن الكلام ده مش لكل الناس. في ناس بتحبك، وفي ناس بتحسدك، وفي ناس بتسمع الكلمتين وتقول يا بختك، أنا نفسي ابني يبقى كده. والنظرة مش دايما بتكون سليمة، وممكن فعلا تأذي ابنك من غير ما تقصدي. الطفل فجأة يعيط كتير، درجاته تقع، مزاجه يتغير، يتعب من غير سبب، وإحنا نقعد نقول هو ماله؟ مالهوش أي حاجة. بس كلامنا الكتير عنه قدام الناس هو اللي فتح باب الحسد والطاقة السلبية. يا ماما، خلي فخرك بولادك جوه البيت، ومش لازم نشارك كل تفصيلة بره. احفظي أسرار نجاح ابنك، احفظي قدراته، احفظي لحظاته الحلوة، احفظي كلامك، لأن مش كل الناس بتتمنى لك الخير، even لو بيضحكوا في وشك. ولو لازم تتكلمي، اتكلمي باعتدال. قولي الحمد لله، ربنا يبارك، من غير مبالغة ومن غير وصف يخلي العين تيجي على الطفل. في النهاية، أغلى حاجة عندك هو ابنك، فاحميه قبل ما تفخري بيه. واللي يحبك مش هيحتاج يعرف كل التفاصيل، واللي ما يحبش مش لازم يعرف حاجة أصلاً.